بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله النهاردة كده عندنا فكرة مهمة من أفكار المسائل المقارنة بين سلكين. بصوا يا جماعة، احنا عشان نبدأ نحل مسائل المقارنة بين سلكين احنا عندنا 6 قوانين المقارنة. هنرجع بقى احنا للكتاب أو للشرح بتاعنا بتاع الدرس ونشوف ال6 قوانين دولت، لأن احنا هنا بنختار المسائل وبنحل المسائل على طول. طب تمام، أشهر قانون من ال6 قوانين بتوع المقاومة قانون الار بتساوي رو ايه في ال على ايه. ده اشهر قانون من قانون المقاومه الكهربيه. قانون الار بتساوي رو اف ال على ايه. جميل. طب تمام، في المسائل بقوم راح ممكن يجيب لنا مسائل المقارنه بين سلكين، زي المساله عندنا رقم 72. بيقول ايه بقى السؤال؟ السؤال رقم 72 بيقول موصل منتظم المقطع طوله 20 متر ومقاومته 108 اوم، في موصل اخر من نفس الماده. يبقى في الحاله ديت انا النهارده عندي موصلين، ادي الموصل الاول وده الموصل الثاني. طب تمام، هنطلع كده المعطيات. الموصل الأول طوله 20 متر، يبقى طوله سلك 20 متر. جميل. مقاومته 108، الآر بتساوي 108 أوم. جميل. وفي موصل آخر من نفس نوع مادة الموصل الأول، اتنين من نفس النوع، يبقى الاتنين هيكون لهم نفس المقاومة النوعية. فالمقاومة النوعية هنا للموصل الأول لو رو إيه، يبقى المقاومة النوعية للموصل التاني هتكون برضه رو إيه. جميل. الموصل الآخر طوله 5 متر، أهي طوله 5 متر، يبقى ال بتساوي كام متر؟ بتساوي 5 متر. جميل. ومساحة مقطعه 3 أمثال مساحة مقطع الموصل الأول، مساحة مقطع التاني 3 أمثال الأول. يعني هنفترض لو كان مساحة مقطع الموصل الأول لو بإيه، مساحة مقطع الموصل التاني هتكون ب3 إيه، ما هو 3 أمثاله. هو عاوز بقى مقاومة الموصل التاني، يعني هو عاوز الار 2. هو كده كده مديني هنا الار 1 أهوت. طب تمام، ومديني ال 1 ومديني مساحة مقطع الأول ومديني ال 2 ومديني وهنا عاوز الار 2 ومديني مساحة مقطع التاني. نعمل ايه بقى في السؤال دوت؟ بنروح لقانون المقاومه الكهربيه اللي هو قانون المقارنه. اول قانون عندنا للمقاومه الكهربيه، القانون بيقول ار بتساوي رو ايه في ال على الايه. تمام. طب لو انا عاوز اقارن ما بين سلكين، في الحاله ديت هروح لقانون المقارنه. ار واحد على ار 2 بتساوي رو ايه واحد على رو 2 ال واحد على ال 2 في ايه 2 على الايه واحد. طب ليه قلت ايه 2 على الايه واحد؟ لان الايه ديت علاقه عكسيه مع الار، وطالما علاقة عكسية بنبدأ بالتاني على الأول. طب تمام، هنعمل إيه بقى؟ هنبدأ نعوض. الآر واحد هتطلع ب 108 على الآر 2 أشوفها بكام؟ أو هو عاوزها يشوفها بكام؟ جميل. الرو إيه واحد على الرو 2 هي كده كده الرو إيه الاتنين زي بعض، مديهم لنا فوق هما الاتنين زي بعض، لأن السلكين قايل لك من نفس نوع مادة الموصل، الاتنين من نفس النوع. فأنا كده كده هشيل الرو إيه مع الرو إيه. طب ال واحد ب20، طب وال 2 ب5. جميل. طب ال 2 ب3 ايه. ماشي. طب والايه واحد، الايه واحد بايه؟ وبطار الايه مع الايه، واقوم راح جايب ايه بقى؟ واقوم راح جايب الار 2 بتساوي ال108 في 5 اهو، طرفين في وسطين، ال108 في 5 على اللي فوق، اللي فوق 20 في 3، واروح اطلع الار 2 واشوف الار 2 دي بكام على الاله الحاسبه. انا عارف ان المساله ديت مش مشكله ناس كتير، اي حد شاطر يقدر يحل المساله ديت، او اي حد مستوى متوسط يقدر يحلها. طب انا مشكلتي في ايه؟ والنهارده انا بختار الفكره دي ليه؟ انا بختار الفكره دي النهارده لان في اوقات ممكن يجيب سؤال ويطلب بقى في الحاله دي مقارنه بين 3 اسلاك زي السؤال ده كده. ممكن يطلب مقارنه بين 3 اسلاك زي السؤال ده كده. فالسؤال رقم 69 ده طالب مقارنه بين 3 اسلاك. احنا مش هنعمل حاجه، انا بعتبر سؤال المقارنه بين 3 اسلاك اسهل من سؤال المقارنه بين سلكين. طب ليه؟ بسيط خالص. سؤال المقارنه بين 3 اسلاك احنا ما فيش عندنا قانون للمقارنه بين 3 اسلاك ان احنا نقول مثلا ار واحد، مثلا ار واحد على ار 2 على ار 3. الكلام ده غلط، مفيش حاجه اسمها كده. لان في الحاله دي احنا هنطلع مقام المقام بسط، ومفيش حاجه عندي او قانون في المنهج قال كده. طب في الحاله ديت بعمل ايه؟ بحل المساله سهله خالص بسيطه خالص، وبعمل ايه؟ بقوم راح فارض السلك الاول وافرض السلك الثاني وافرض السلك الثالث واجيب مقاومه الاول واجيب مقاومه الثاني والثالث، وبعد كده هنطارم متشابهات ونطلع النسبه. ازاي؟ خلينا نحل السؤال. السؤال هنا على فكره هو بيتكلم على ايه؟ 3 اسلاك نحاسيه. يبقى الراجل ده شكله بيتكلم معانا النهارده على نوع الماده. جميل. نوع الماده، فاحنا شكلنا هنروح نركز على الرو ايه.
لها نفس مساحة المقطع، يبقى شكلنا هنركز على مساحة المقطع، وأطوالها 1 و4 و2، يبقى في عندنا الطول. يبقى هو القانون المستخدم من بدري هو القانون ده، هو الار بتساوي الرو ايه في ال على الايه. ده القانون اللي احنا هنستخدمه من ال6 قوانين بتوع المقاومة. نروح بقى، بقول 3 أسلاك نحاسية، يبقى كل اللي أنا هعمله إن هو هكتب إن هو السلك الأول والسلك التاني والسلك التالت، وأفرغ معطيات كل سلك من ال3 أسلاك. تعالوا كده، 3 أسلاك نحاسية، 3 من النحاس، يبقى ال3 لهم نفس المقاومة النوعية، أدا الرو إيه والرو إيه والرو إيه، لهم نفس مساحة المقطع، يبقى دي مساحة مقطعه لو بإيه، يبقى دي مساحة مقطعه بإيه ودي مساحة مقطعه بإيه. أطوالهم 1 و4 و2. طب مين له طول 1 ومين له طول 4 ومين له طول 2؟ بصوا يا جماعة، ترتيب ال3 أسلاك إكس وواي وزد، في المقابل ترتيب الأطوال 2 و4 و1، يعني الإكس اللي على الشمال دهيت طولها ب2، والواي اللي في النص طولها ب4، والزد اللي على اليمين ده اهي طولها ب1 متر، عشان نبقى فاهمين الجزئية دي. جميل. يعني السلك الأولاني دي اسمه إكس، والتاني واي، والتالت زد. السلك إكس طوله بكام؟ ب2. طب والسلك واي طوله ب4. طب والسلك زد طوله بكام متر؟ ب1 متر. أعمل إيه بقى؟ هو عاوز المقارنة بين مقاومة ال3 أسلاك. كل اللي أنا هعمله مش هعمل بقى مقارنة بين 3 أسلاك ولا حاجة، أنا هجيب مقاومة كل سلك. هجيب مقاومة كل سلك، وبعد كده في الآخر هنطلع المقارنة بين 3 أسلاك. إزاي؟ أول حاجة هنشيل القانون أهو ونعوض عليه على طول في المسألة. القانون أهو هنعوض عنه على طول في المسألة. إزاي؟ خلينا نجيب كده مقاومة السلك الأولاني، هيبقى رو إيه في ال هنا بكام؟ ب2 على مساحة المقطع بإيه، وديت الأولى. طب تمام. طب الار 2 مقاومة السلك التاني هتبقى رو إيه في ال ب4 على مساحة المقطع بإيه. طب مقاومة السلك التالت هتبقى رو إيه في ال بكام؟ ب1 على مساحة المقطع بكام؟ بإيه. طب وهعمل إيه بقى؟ هنا في رو إيه، هنا في رو إيه، هنا في رو إيه، هنا في مساحة المقطع إيه، هنا في مساحة المقطع إيه، هنا في مساحة المقطع إيه. يبقى النسبة هتطلع كام؟ مقاومة الأول طالع جنبه 2 إلى مقاومة التاني طالع جنبه 4 إلى مقاومة التالت طالع جنبه ب1. يبقى هنقول المقارنة بال3 أسلاك، يبقى النسبة بمقاومة السلك الأول لمقاومة السلك التاني لمقاومة السلك التالت هتطلع كام؟ هتطلع 2 إلى 4 إلى 1. جميل. خلاصة الكلام قبل ما ننهي، خلاصة الكلام إن أنا لو أنا عندي 3 أسلاك ما بعقدش المسألة وأقول R1 على R2 على R3. كل اللي أنا بعمله بختار القانون اللي أعوض بيه، وأعوض في قانون مقاومة مباشر. ولما بعوض في قانون المقاومة المباشر بطلع مقاومة هنا في الحالة الأولى، والمقاومة في الحالة الثانية، والمقاومة في الحالة الثالثة، أشوفها بكام، وأطير المتشابهات مع بعض زي ما أنا طيرت كده من شوية، وببقي النسب 2 ل4 ل1، وكده تبقى المسألة انتهت. أنا بعتبر إن مسألة ال3 أسلاك أسهل من مسألة السلكين. تمام كده، ويا رب نكون استفدنا من الفيديو ده.